الفيلم الذي اعترض عليه الأزهر ومنعته الرقابة وتم عرضه، فيلم عيون ساحرة. سنة 34 آسيا قررت انها تنتج رابع فيلم ليها. كان اول فيلم ليها غدة الصحراء سنة 29 مع المخرج وداد عرفي، تاني فيلم واخذ الضمير سنة 31 مع ابراهيم لاما، تالت فيلم عندما تحب المرأة مع المخرج احمد جلال. كان رابع فيلم ليها فيلم عيون ساحرة. الفيلم سيناريو وحوار واخراج احمد جلال اللي آسيا داغر كونت معاه ثنائي. الفيلم ده كان طفره ساعتها في فن الكتابه. الفيلم بيناقش فكره الروح والموت، وطبعا الفكره غريبه ومريبه للوهله الاولى. ده اللي خلى موضوع الفيلم يتعرض لهجوم شرس من الرقابه والازهر عشان افكاره وموضوعه اللي شافها البعض انها مش طبيعيه وانها شططا فنيا وفكريا. آسيا داغر ردت على الاعتراضات على الفيلم ان في علم اسمه التنويم المغناطيسي، وفكرة فيلمها بتناقش ده، لكن لا الرقابة اقتنعت ولا الازهر اللي صمموا منع عرض الفيلم. آسيا استسلمت لحد ما اتدخل رئيس الوزراء المصري ساعتها عبد الفتاح باشا يحيى اللي صرح بعرض الفيلم، وساعتها زودوا مشهد في نهاية الفيلم ان الاحداث كلها كانت حلمته بطلة الفيلم. والاول مرة بيتدخل رئيس الوزراء عشان يجيز عرض فيلم اتمنع من العرض. قصة الفيلم: مغنية في مالها ليلي اسمها دليلة بتربطها قصة حب مع سامي اللي بيبادلها نفس الشعور. فجأة بيطلب منها ان العلاقة لازم تنتهي عشان مركزه الاجتماعي لانها مغنية في مالها ليلي وهي بتحبه. طبعا بتتجنن وبتصور عشان بتحبه جدا. سامي بيسيبها وبيمشي يركب عربيته، بتنط جنبه وبيسوق بعصبية، بيعمل حادثة، سامي بيموت وهي بتفضل عايشة. دليلة بتتجنن ومش مصدقة انها مش هتشوفه تاني، بتروح لقبره وبتبدأ تعمل طقوس سحرية وبتحضر ارواح عشان سامي يقوم من موته. بتنجح في تحضير روح هائمة بتدب في جثة سامي بتقوم وهي جوه الكفن، وبيقول لها عشان يرجع للحياة لازم تحقنه بدم بنت عذراء في وحمة في رقبتها. ومن خلال كورة دليلة البلورية ومن خلال عيونها الساحرة تبحث في شوارع القاهرة بتلاقي البنت اسمها حياة، فقيرة بياعة يناصيب في رقبتها وحمة، بتنيمها مغناطيسيا وبتقودها القبر سامي وبتحقن سامي بدمها. سامي بيرجع للحياة وبيحس بكل حاجة، وبيحس بالبنت الفقيرة اللي بيرتاح لها وبيحبها وبيبقى عايز يهرب معاها ويسيب دليلة. حب سامي للبنت الفقيرة اللي ارتبط بيها روحيا بيبطل السحر اللي عملته دليلة بتفقد سامي لتاني مرة وبتتجنن، وفجأة بتفوق والخدامة بتاعتها بتصحيها من النوم وبتعرف ان كل ده كان حلم. سبحان الله. الفيلم اتعرض في 8 فبراير سنة 1934 في سينما فؤاد، وفي مارس في سينما الكوزموجراف في اسكندرية. الفيلم حقق نجاح كبير وحقق ايرادات عالية وطلع كله حلم. تابعونا.